الله وانت ماشي، يا ليلى وصلت على نبي ولا تلهيك سلام. يا ليلى وصلت على نبي باش تحيي القلب الرشيد، يا ليلى وصلت على نبي وبذكر الجلالات يا ليلى وصلت على نبي نموت وننسى. يا ليلى وصلت على نبي على السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي مع فيديو جديد. ان شاء الله غادي نديرو هذا النهار سلو. دابا غادي نفوتوا للمقادير. في المقادير هنا عندي نص كيلو ديال اللوز، غادي نديرو في الماء ونسلقوه ونحمرو في الفران. وعندي هنايا زريعه الكتان ربعه ديال النافع منقيه ومحمراها شويه في الفران، وهذا إلال توا محمره. وعندي حبه حلاوه حتى هي دوزتها شويه في الفران. وهنايا القرفه مطحونه. عندنا هنا نص كيلو د الجنجلات ونص كيلو ديال قوقاو. وعندي هنايا نص كيلو ديال الطحين محمر. كيلو انا ما حمرتوش في الدار، حمرته في الفران ديال الزنقه. وعندي هنايا السكر سنيده باش غادي نطحنها، ما غاديش نديرها هكا، غادي ندير جوج زلافات ولا زلافه ونص، المهم على حسب الكميه اللي عندي. وغادي نعجنها بالزيت البلديه، هاد الزيت راه حلوه. صافي دابا هادشي كله راني حمرته، غادي ندوز نطحنو. بقى لي الا اللوز اللي غادي نسلقو، وديك الساعه نرجع معكم باش نخلطو الزميطه. اول حاجه غادي نجيبو القصريه باش غادي نديرو فيها الغربال ديالنا، وغادي نغربلها الطحين هو الاول. صافي بعد ما غربلنا الطحين ديالنا كيخرجوا لنا هاد الحبيبات ديال الدقيق، ضروري هادو ملي كنحمروا الطحين كيديروا داك الكويرات. صافي كنغربلوهم بالغربال وكنحيدوا داك الحبات. بعد ما طحنا داك القوام ديالنا كامل من الجنجله القوقاو حبه حلاوه وراكم عارفين الباقي، وسكر سنيده تا هو طحنت زلافه ونص، طحنت الكوزه مع المسكه الحره. صافي دابا غادي نبداو كنغربلو هذاك القوقاو باش ما يبقاوش داك الحبات، يعني واخا تيبقاو ما عليهمش، ولكن انا بغيت نحيدهم. صافي غادي نغربلو مزيان. دابا راني نغربلو القوقاو بالبوصيار ماشي بالغربال، ما عارفين الغربال عنده العوينات رقاق، البوصيار عنده العوينات كبار. دابا غادي نغربل في البوصيار ونحيد هاد الحبات ديال القوقاو اللي ما بقاوش مطحونين، نخليو غير داك اللي يعني كاين اللي مطحون مزيان كاين اللي مفرفش. هذا الجنجلال بعد ما حمرته خليته هكاك، وهذا النص ديال الجنجلال طحنته. دائما في الزميطه كيعجبني داك القرمشه ديال الجنجلال. هذه الكوزه بعد ما طحنتها، وهذا سكر كلاسي كما قلت لكم درت زلافه ونص على حسب الذوق لكل واحد. صافي غادي نخلطو مزيان هاد السكر مع القوقاو والجنجلال والطحين. راكم عارفين الزميطه خصها دائما الخدمه. دابا غادي نبقاو نديرو النافع بعد ما طحناه، حبه حلاوه، هذا داك إلال، وزريعه الكتان حتى هي طحنت كلشي، يعني حتى حاجه ما خليتها، كلشي طحنته وغربلته. ودابا القرفه حتى هي راني طحنتها، يعني ما جبتها عواد وطحنتها باش كتعطي واحد النسمه وواحد الريحه زوينه
ملي كتكون مشريه مطحونه ما كتكون مشات من داك الريحه ديالها وما كتبقاش زوينه، يعني كتولي غير بحال الدقيق ما فيها حتى شي ريحه. من الاحسن بنادم يجيبها ويطحنها. صافي غادي نخلط مزيان هادشي هذا. صافي بعد ما خلطت مزيان كما شفتوا نسجم الطحين مع القوام تماما. دابا عندي هنا اللوز بعد ما حمرته غير في الفران، ما قليته في الزيت ما والو، دهنته بشويه ديال الزيت ودرته في الفران. غادي نضيف هاد الزلافه وخليت داك شويه للتزيين، وغادي نضيفو الزيت البلديه ما حميناها ما حتى شي حاجه، الزيت البلديه حلوه. صافي غادي نضيفوها بلا ما نسخنوها، ماشي بحال الزيت الروميه ملي كنبغيو نطيبو نديرو الزميته كنسخنوها. صافي غادي نضيف الزيت البلديه وغادي نبقى نخدم شويه بشويه. صافي بعد ما جمعتها بالزيت البلديه كنخلط مزيان، كنعرك هكا بيدي، يعني كندلكها باش كتدخل فيها الزيت، يدخل داك القوام. يعني ملي كتكون كتاكل الزميته كتحس بكلشي، داك القوام بالزيت بكلشي كتحس به في الفم، كيعطي واحد المذاق زوين. صافي غادي نبقى نخدم ونشوف عيني ميزاني، نقدر نزيد شويه ديال الزيت، نقدر ما نزيدش، ولكن راني خصني نزيد شويه ديال الزيت حيت ناشفه شويه. انا ما كتعجبنيش الزميته تكون جاريه بزاف وما كتعجبنيش تكون قاصحه بزاف، يعني ناشفه بزاف. دابا غادي نزيد واحد شويه ديال الزيت. الجهد اللي تبقى تجمع ليه هكا في يدي، منين ندير واحد الكويره هكا في يدي نحس بها راه تجمعت، ديك الساعه صافي ما غاديش نبقى نزيد الزيت. كما قلت لكم بهذا الشكل هذا، منين كنبقى نخدم كنبقى نجمع في يدي ونحس، وباش نحس بها واش راه يعني صافي بحال هذا الشكل هذا. دابا صافي ما بقى لا ما نزيد لا في الزيت، يعني راه مزيانه، ما هيش جاريه ما هيش قاصحه، يعني راه في الوسط. صافي دابا غادي نبقى نخدم شويه هكا عاد صافي نحبس، يعني صافي تنحس بداك الزيت دخلت كلشي تخدم مزيان. صافي بعد ما خدمنا الزميته على هذا الشكل هذا خدمناها مزيان. دابا غادي نفوتو باش نديروها في صحن التقديم، واللي بقى غادي نديروه في واحد السطل ونحيدوها. راكم عارفين رمضان على الابواب، ونتمنى يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر وشي رزيق وباش كتمناو ان شاء الله لينا وليكم والمسلمين اجمعين يا رب العالمين. وهذا هو الفيديو ديالنا، وصل للنهايه ديالو بعد ما زوقنا الطبق ديال الزميته ديالنا، ونتمنى يعجبكم، والى فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.